يا ترى أول مرة تفكر تبدأ بزنس كان إمتى؟ من سنة؟ لا، من سنتين، ممكن يكون من 5. ده حال ناس كتير، كل سنة تقول أنا هبدأ البزنس السنة دي وهبدأ البزنس السنة دي، ولكن سنة ورا سنة بتفوت ومش بيبدأ أي حاجة. علشان مش بياخد الموضوع بجدية وما عندهوش استيعاب قد ايه ان دلوقتي انك تفتح مشروعك الخاص ما بقاش رفاهية، ولكن بقى التزام وبقى حاجة مهمة جدا. فكر كده في كل المشاكل اللي بتواجهك، هتلاقي 90% منها سببها مادي. مشاكل الأسرية سببها مادي، مشاكل العلاقات سببها مادي، في مشاكل كتير جدا يعني الفلوس بتتدخل فيها وتحلها. ومش هتبقى مقرر انك تقضي باقي عمرك علشان بس مضغوط هتسدد الديون منين وهتسدد الاقساط منين. لا، احنا عايزين نستمتع بحياتنا وكمان نستمتع بالبزنس اللي احنا بنعمله. علشان كده بدعوك للمحاضرة دي انك تنتبه لكل كلمة بتتقال فيها، هتديك افكار مختلفة ما سمعتهاش قبل كده عن البيزنس. لان البيزنس انواع كتيرة جدا وكل يوم بيبقى فيه جديد، ولكن لازم تبدأ بذكاء مش بالمجهود. لانك انت لو ابتديت مشروع فيه مجهود زيادة وفي بروسيس طويلة، فمع الوقت هتلاقي نفسك زهقت وسبته. ولكن لما تبدأ البيزنس بذكاء، مشروع يكون سهل وبسيط وكمان مربح، ده هيشجعك انك انت تكمل. وانا لو كملت معايا للآخر هتعرف سر الخلطة ايه. للي ما يعرفنيش، انا امل نصحي، بزنس كوتش وموتيفيشن سبيكر، بقالي اكتر من 11 سنة بقدم استشارات للستارت اب بزنس، وعندي 1300 ستودنت حول العالم. عندي 6 كورسات على منصة يوديمي، كنت مديرة مبيعات شركة كبيرة، حاصلة على MBA من جامعة القاهرة. كنت زيك في يوم من الأيام وعمالة أجل لحد ما واحدة صاحبتي بقى قالت لي بصي يا أمال، حطتني قدام الأمر الواقع. أمال أنا حجزتلك قاعة وخلاص، الناس عرفت إن انتي هتقدمي محاضرة، فما كانش قدامي غير إن أنا آخد الخطوة. ولما أخدت أول خطوة ده حفزني وفتح نفسي إني أكمل، ومن ساعتها أنا فعلا ما وقفتش. لان البيزنس اكتر حاجة هتخليك حاسس وتستطعم بالحياة، لانه انعكاس انت عرفت ايه ومعرفتش ايه، وكل خطوة انت بتنجح فيها بيديك حماس انك تعمل الخطوة اللي بعد كده. طيب، للي عايز يبدأ بيزنس، الاول نفهم ايه هو البيزنس بأبسط صوره. البيزنس ببساطة في عميل محتاج المنتج أو عنده رغبة للمنتج، وفي منتج أو حد بيعمل بيزنس بيصنع هذا المنتج. ممكن يكون منتج ملموس، ممكن يكون خدمة، ممكن يكون ديجيتال برودكت، أيا كان المنتج ايه. وعايزين طريقة نوصل للعميل ده، نقول له ان احنا عندنا المنتج اللي انت بتدور عليه واحنا افضل من المنافس، وكمان طريقة علشان ناخد الفلوس ونحصلها من العميل. ده البيزنس ببساطة. طب امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان 98% من سبب فشل المشاريع الصغيرة هو إنها نازلة بمشروع تقليدي. يعني إيه يا أمال؟ يعني نازلين الريد أوشن. أيوة، يعني إيه يا أمال برضو؟ يعني نازلين سوق مليان حيتان، في منافسين كبار، ناس تقال معاهم فلوس كتير جدا قادرين يستحوذوا على السوق. فانت نازل تعمل ايه؟ انت كل مش هتقدر تظهر وسط الزحمة دي. طب امال تعمل ايه؟ في حاجة تانية اسمها البلو اوشن. ايه هو البلو اوشن؟ هو برضو سوق ولكن المنافسين فيه قليلين والطلب عليه عالي. فعلشان تنجح في البيزنس، يا اما تنزل بفلوسك وتبقى حد كده معاه رأس مال ضخم، ويا اما تغامر يا صابت يا خابت،
أو تنزل بطريقة مميزة. طب ممكن تشرحي لنا أكتر؟ أيوة، تعالوا نفهم مع بعض ليه الناس بتتهافت على أبل. عمرك سألت نفسك ليه أبل؟ الناس يعني شركة أبل أول ما بتقول إن عندها الفيرجن الجديد، الناس بتقف طوابير على الستور بتاعها، لا بتعمل إعلانات ولا بتكسر الدنيا مصاريف في الإعلانات. عمرك شفت إعلان لأبل؟ نادرا جدا. هي عملت إيه؟ هي تميزت، هي بنت فكرة إن هي ستاند اوت، مفيش زيها. هي نازلة بمنتج مميز جدا. طيب ده يا امال دي حاجات عالمية وكبيرة، طب احنا هنا في مصر اوكي هقول لك برضو. بلبن، بلبن ماشي على نفس المنهج، لان دلوقتي السوق اتغير ونظريات البيزنس اتغيرت ونظريات كل يوم في نظريات جديدة، لان الدنيا بتتطور، والعميل كمان يعني الكاستمر بيهافير مختلف. فبلبن هو مجرد واحد فاتح حلواني. طب لحد كده كان ممكن يبقى واحد من ضمن الملايين اللي بيفتحوا كل يوم محل حلواني، لكن هو لعبها بذكاء. هو فاهم يعني ايه بلو اوشن، اللي هو ينزل ماركت محدش قبله نزل. اللي هو عمل ايه؟ عمل منتج جديد، شوية بسبوسة على كنافة على كريمة، وسماها أشطوطة وبستاشيو بقى. خلاص، فالناس اتجننت بقى، يا ترى تطلع ايه الأشطوطة؟ فابتدوا الناس هي نفسها تسوق. إيه، انا سمعت ان في محل اسمه بلبن نازل منتج جديد اسمه أشطوطة، لا احنا عايزين نعرف بقى ايه الأشطوطة دي. وطبعا الناس بتحب كل ما هو جديد ومختلف، والموضوع بقى ترند وانتشر بسرعة النار في الهشيم. ليه؟ لأن هو فاهم إن التميز والاختلاف هو اللي هيخليه يسبق الكل، وده اللي حصل. كان ممكن بلبن يبقى حلواني زي أي حلواني، وسنة واتنين يقفل ويبقى ملوش وجود، لكن هو نزل البيزنس بذكاء. وعلشان كده انا بدعوك انك انت كمان تنزل البيزنس بذكاء وبفهم، مش مجرد منتج وخلاص، ومش مجرد انك اعمل بيزنس والسلام، لا، لان في استراتيجيتين للتسويق والحصول على العملاء. الطريقة الأولى اللي هي البوش، اللي هو زن 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 على العميل، وتغرق بقى الدنيا إعلانات، وتدفع كام باكو هنا وكام باكو هنا إعلانات علشان تظهر لأكبر عدد من الناس. فطريقة البوش والزن على الودان دي هي اللي هتجيب لك العميل. لكن في طريقة أرخص وأذكى، وهتجيب لك العميل لحد عندك من غير ما انت تعمل مجهود كبير، وهي البول، اللي زي ما عملتها بلبن. هي عملت منتج مميز. انت لو انت عايز تبقى نفس القصة لازم تبقى مميز، ستاند اوت، تبقى حد مالكش منافس، مالكش شبه في السوق. طب ليه لازم تبقى كده علشان تنجح البيزنس؟ لثلاث اسباب قوية جدا، وهي السر اللي محدش بيقولهولك، واللي قليلين قوي قوي عارفين. اول حاجة عشان تجذب العميل من اول نظر، من اول مرة هيسمع عنك، من كتر الزحمة لا هيبص عليك انت. تاني حاجة علشان تخليهم هما يتكلموا عنك، في كتاب حلو قوي اسمه بيربل كاو، وده الراجل ده طلع نظرية خطيرة في الماركت. آه، كل البراندات تقريبا الكبيرة درساه وبتطبقه. قالك ايه؟ قالك ايه؟ البيربل كاو دي عبارة عن بقرة لونها بيربل. بيقولك تخيل لو انت رايح الشغل بتاعك وعديت على مزرعة وشفت فيها بقر، خلاص، بقر عادي مش هيلفت نظرك في حاجة، لكن وسط البقر دول كلهم لقيت بقرة بنفسجي، حاجة مختلفة، حاجة ما شفتهاش قبل كده. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة هتشد انتباهك، وده ميزة المنتج المميز. تاني حاجة هتروح تتكلم اخواتك واصحابك وزمايلك في الشغل، والناس دي كلها هتقول
هتحكي نفس القصة، شفتوا فلان ده شاف بقرة لونها بنفسجي. هو ده السر بتاع انك تبقى مميز، تخلي العملاء هم اللي يسوقوا لك. فانت ما تضطرش تدفع فلوس كتيرة علشان تسوق المنتج بتاعك، لا، هتلاقي الناس هي اللي بتعمل لك شير وبتعمل للناس التانية تاجز، ولانك منتج مختلف، منتج مميز. وايه كمان؟ انك هتبقى في ذاكرتهم. الناس بتنسى اي حاجة شافتها تقليدية، لكن حاجة مميزة بتبقى في ذهنهم ومش بيقدروا ينسوها بسهولة، واول حاجة بيفكروا فيها ان هم يشتروا الحاجة دي علشان طبعا لفتت انتباههم وعايزين يعرفوا هي ايه. علشان كده بدعوك لكورس سمارت بيزنس، احترف التميز وابني بيزنس يبيع نفسه من غير خصومات ولا تعب. لما تكون انت مميز، انت مش هتحتاج انك تعمل سياسة البوش، انك تصرف في الاعلانات كتير وتعمل دوشة كتير. لا، تميزك هو اللي هيخلي العميل هو اللي يدور عليك، مش انت اللي تدور عليه. الكورس مبني على 3 أعمدة قوية جدا ومهمين جدا. أول حاجة، أنا بتكلم في شق نفسي بحت، لأن 80% من نجاح البيزنس هو اللي قائم ومدير البيزنس هو حضرتك. لازم تكون عندك أدوات رائد الأعمال الناجح، وألف ب أدوات رائد الأعمال الناجح إنه يعرف إزاي ينتصر على المعوقات الداخلية. فإحنا هنتكلم باستفاضة إزاي تتخلص من الخوف، من التردد، من التسويف، من البرفكشنست، إزاي تفهم نفسك، وإزاي تعرف إن كل دي ما هي إلا خدعة نفسية، علشان العقل مصمم لحاجة واحدة، مش مصمم لنجاحك للأسف، هو مصمم علشان يوفر طاقة. فأي حاجة جديدة هو هيكون أول واحد بيحاربك بأشكال مختلفة علشان يحتفظ بالطاقة. فلما تفهم ايه الخدعة النفسية اللي بيمارسها عليك عقلك، هتبقى كأنك راكب عربية ونزلت الفرامل، فالعربية فعلا هتنطلق. الحاجة التانية بقى ودي مهمة جدا، انت هتعرف ازاي تنزل بمنتج غير تقليدي، منتج استثنائي، يعني هتبعد تماما عن المنتجات التقليدية. ليه؟ لانك هتعرف 6 ادوات و6 طرق تخلي فعلا عندك عقلية إبداعية، هتقدر توصل لمنتج، مش فكرة واحدة، المشروع أفكار، لأن الإبداع أدوات. عمرك شفت مثلا هو عمرك سألت نفسك هو ستيف جوبز جاب منين فكرة إنه يحط الكاميرا مع الفون؟ هو إيه علاقة الكاميرا بالتليفون؟ لأن ببساطة يا سادة إن الدمج حاجات ملهاش علاقة مع بعض هو أحد أسرار وأدوات الإبداع. فأنا هقولك كل الأدوات دي هيبقى سهل جدا. الحاجات دي يا جماعة بتدرس بره، لكن قليلين جدا في العالم العربي بيتكلموا عنها، مع إن هي دي ألف ب البراندات القوية. عشان كده بره بتلاقي كل يوم براند بيطرقع ويكسر الدنيا، احنا هنا لسه بدري، او يعني بنحاول نتعلم ونمشي على الطريقة. الكورس مش مجرد كلام نظري، لكن تطبيقات ونماذج عملية علشان تقدر فعلا تحصل على فكرة مشروع استثنائي. بتشوف في شارك تانك ان الناس بتطلع بمشاريع ما تلاقيش، نادر لما تلاقي فيهم مشروع تقليدي. خلاص فكرة المشاريع وكلهم بيبقوا عايزين ملايين، لان النجاح للتميز مش لمشروع تقليدي. وعلشان كده المستثمرين بيحطوا ملايين وهم قلبهم جامد، لان هم بيشوفوا اللي قصادهم ده فاهم بيزنس صح. هتعلم برضو ايه اسرار المنتج الرابح اللي بيجذب العميل من اول نظرة. واحنا هنا بنقول الرابح، يعني مش بس مجرد مشروع استثنائي او منتج استثنائي، لكن اهم حاجة يكون البروفيت فيه عالي. لان ممكن تنزل مشروع مختلف بس ما فيهوش ارباح، لا، احنا لازم نظبط الاداء علشان هدفنا في الاخر نجاح بيزنس.
بيزنس تقدر تعتمد عليه، تقدر تكبره، تقدر فعلا يجيب لك الأرباح اللي تقدر تعيش منها، وكمان ممكن جدا تستقيل وتعتمد عليه هو بس. طيب احنا دلوقتي في زمن النت والذكاء الاصطناعي، البراند بتاعك سهل جدا انه ينافس براندات كبيرة جدا ويظهر كأنه براند قوي. وعشان كده في الكورس ده احنا مش بس بنتعلم التميز، لكن بنعلمك ازاي تبني براند مؤثر، براند يتحفر فعلا في الذاكرة. هنعرف مع بعض ايه هو البراند، ازاي تبني شخصية البراند، ازاي تبني فيجوال براند مناسب، يعني ايه براند بروميس، وتقدم ايه في البراند بروميس او وعد البراند، ايه هي استراتيجية الار تي بيز اللي بتحصل على ثقة العميل بسرعة، ودي اللي بيستخدمها البراندات الكبيرة. الكورس موجود على منصة يوديمي، وواخد 4.7 نجمة، وموجود ب3000 جنيه، ولكن هنا هيبقى لينا كلام تاني. وطبعا في كورسات تانية يعني الحمد لله كلها واخدة فوق 4.7. اوكي، يعني في الاخر الكورس هتطلع بيه من ايه بايه؟ هتبقى عندك عقلية رائد الأعمال الإبداعية الناجح، هتعرف تفكر بدل فكرة مشروع أنت مش عارف تطلعها، هيبقى عندك كل الأدوات تعمل بدل الفكرة 10. هتعرف إزاي تحول، خلي عملائك هم اللي هيسوقوا لك. كمان ازاي هتعمل براند يتحفر في قلوبهم قبل عقولهم. لمين الكورس ده؟ لكل ست نفسها تشتغل وتكسب وما تضيعش نص فلوسها في المواصلات والنص التاني على الحضانة، لكل موظف تعب وضيع عمره في الوظيفة وغير مجدية، هو بيقضي عمره بس يتعذب مع المدير شوية، مع المواصلات شوية، مع المرتب الضعيف اللي مش مقضيه. لو انت طبقت فعلا كل كلمة في الكورس ده، انت هيتضاعف، يعني هتجيب ضعف مرتبك في اقرب وقت. وكمان لكل حد عمل بيزنس ولكن مش عارف يجيب مبيعات بسهولة، سويتش صغير كده هتتعلمه من الكورس ده هيخلي البراند بتاعك في حتة تانية. طيب انت قلت لنا ان هنا في كلام تاني، هو فعلا قيمة الكورس الاول 10 ب750 فقط، فقط بدل 3000 جنيه، يعني خصم فوق الفظيع. ولكن في كمان مفاجأة أكبر، إن لو أنت حجزت برضو من 10 في شهر كامل متابعة على جروب خاص على الواتساب، هيبقى فيه تاسكس تعملها، الشهر هيبقى ب1100 جنيه فقط. العرض ده الأول 10 فقط. يعني انت لو انت عايز تحجز الكورس بس هتدفع 750، لو عايز الكورس وبالمتابعة هتدفع 1100. للحجز والاستعلام اتصل بالرقم الموجود على الشاشة ده، واتساب، فريق العمل هيرد عليك. اشتغلنا كتير مع دكاترة تخسيس وتجميل، واشتغلنا كمان مع ناس بتعمل شموع، واشتغلنا كمان مع ناس عندها مطاعم وناس بتشتغل في الاكسسوارز، وبفضل الله وبشهادتهم وبالتقييمات وبالتعليقات البيزنس بتاعهم بعد الكورس ده بقى في حتة تانية خالص. بوعدك ان انت لو اشتركت في الكورس هتلاقي انت ابتديت بيزنس وانطلقت مش زي اي بيزنس تاني. اشوفك في الكورس وان شاء الله انت قصة النجاح القادمة.